السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو حلقة جديدة من حلقات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأهلي والزمالك ونهائي كاس مصر 2021، مباراة صعبة جدا، مباراة مرتقبة، مباراة كلنا مستنيينها، مباراة ببطولة، مباراة ليها أهمية كبيرة جدا عند الأهلي وعند الزمالك، وهنقول دوري. نقطة بس عايز أضيفها في الأول ما قلتهاش في الفيديو بتاع الإحصائيات والمعلومات الخاصة بتاريخ الأهلي والزمالك في بطولة كاس مصر. آخر 6 أو آخر 8 بطولات لكاس مصر، الزمالك فاز ب6 بطولات منهم، والأهلي فاز ببطولتين. البطولتين اللي الأهلي فاز بيهم ما كانوش على حساب الزمالك، كانت واحدة على حساب المصري وواحدة على حساب فريق طلائع الجيش. الزمالك فاز ب6 بطولات من آخر 8 نسخ، كان في منهم بطولتين على حساب الأهلي، بطولة سنة 2015 وبطولة سنة 2016، واحدة انتهت 2-0 وواحدة انتهت 3-1. طيب البطولة دي بتمثل ايه بالنسبة للزمالك الفوز بيها؟ الفوز بيها الزمالك بقى له فترة ماشي كويس، الزمالك لعبته في حالة فنية وحالة بدنية كويسة جدا، في استقرار فني في الزمالك. البطولة دي هتضيف للزمالك، هتخلي الزمالك يكون حقق الثنائية. تقول لي يا عم ثنائية ازاي؟ ما هو البطولة دي تخص السنة اللي فاتت، والزمالك الموسم اللي فات خد الدوري، لما يجمع بين الكاس هيبقى خد الدوري والكاس وحقق الثنائية عن موسم 2021. والطريف لو فاز بيها الزمالك او وجه التشابه هيكون حقق الثنائيه مرتين او اخر مرتين على يد جيسوالدو فيريرا، برضو في الولايه الاولى بتاعته كان خد الدوري والزمالك مع كان خد الدوري والكاس عفوا مع الزمالك في سنه واحده. طيب بالنسبه للاهلي هي بطوله مهمه جدا جدا جدا. قبل ما نبدا في الشق الفني بقى، اهميتها للاهلي ايه؟ هترجع الثقه للعيبه، هترجع ثقه الجمهور في الفرقه من تاني، هتكون بدايه كويسه جدا وانطلاقه للاعبين نحو التقدم والفوز ببطوله الدوري ان شاء الله. وكمان هتكون بدايه رائعه مع بالنسبه لريكاردو سواريش مع الاهلي انه يفوز ببطوله في اول شهر ليه مع الاهلي. دي اهميه البطوله والفوز بيها للاهلي او للزمالك. ننتقل بقى للشق الفني، هنتكلم فيه كده فيه بسرعه في عجاله، مش هطول على حضراتكم. المباراه فنيا من وجهه نظري ايه اللي يرجح كفه الاهلي وايه اللي يرجح كفه الزمالك؟ طيب ممكن يبداوا ازاي؟ ايه الطرق المناسبه للفرقتين اللي بادئ بيهم في المباراه؟ هتكلم عنهم او هتكلم عن الكلام ده ان شاء الله في الفيديو ده مع حضراتكم. اول حاجه البدايات مهمه جدا في المباريات دي. المباريات دي بتتوقف على حاله اللاعبين يوم المباراه واثناء المباراه، ملهاش علاقه بان الزمالك الفتره اللي فاتت ماشي كويس في الدوري والاهلي نتائجه مش كويسه، ملهاش علاقه خالص نهائيا. وملهاش علاقه بغيابات، ملهاش علاقه ان فريق عنده غيابات او فريق متاثر مثلا بغياب فلان او علان، لا. الاهلي والزمالك عندهم لاعبين وعندهم قائمه متخمه بالنجوم، فما عندهمش، مش هيكون في لعيب غيابه هيكون مؤثر مهما كان مين هو. طيب البدايات مهمه في ايه؟ البدايه انا لما ببدا بدايتي بتكون كويسه، لعبت فايقه، واقفين صح في الملعب، بوزيشن اللعيبه في الملعب منضبط تكتيكيا، ده بيفرق مع اللعيبه ان انا ما بديش المنافس حريته، ما بخليهوش يلعب براحته، بقفل على مفاتيح لعبه، وبالتالي بتكون فرصي اكتر، وكمان اداء الهجومي افضل في الملعب، وبالتالي بيكون عندي ارتياح في الناحيه الدفاعيه. الاهلي عمل كده في مباراه الزمالك الاخيره في الدوري اللي انتهت بتعادل 2-2. بدا ضغط عالي، وبدا حط الزمالك في نص ملعبه تقريبا طول الشوط الاولاني، وبدا هو اللي بيدور الكره وبيحرك الكره، وكان عنده افضليه واريحيه دفاعيه، وما شفناش الشناوي في الشوط الاولاني تقريبا غير في كوره ولا كورتين، وكان الاهلي هو المسيطر، ولكن ما ترجمش السيطره دي لاكتر من هدف في الشوط الاولاني. فالبدايات مهمه جدا، البدايات في المباراه دي هتكون مهمه جدا ان انا ابدا صح، ابدا ضاغط. طيب سؤال برضو، هل هنا ريكاردو سواريش راجل احنا عارفينه بيعتمد على سياسه الضغط العالي في اول ربع ساعه عشان يضغط ويغلط المنافس ويقدر يسجل هدف بدري، وده شفناه في مباراه بتروجيت اللي هي اول مباراه ليه، وفي مباراه الجونه ومباراه بيراميدز ومباراه فيوتشر شفناه. هل هيقدر ينفذ الطريقه دي والاسلوب ده امام الزمالك في مباراه
هي مباراه كاس ومباراه ممكن توصل معانا ل 120 دقيقه ولازم يحافظ على اللياقه البدنيه، ده اللي هنشوفه. طب هل الزمالك هينزل من اول المباراه واقف مستني الاهلي ويكون رد فعل؟ ده برضو اللي هنشوفه. ولكن من وجهه نظري او التوقع بالنسبه لي ان الفرقتين هينزلوا عندهم تحفز نوعا ما. يعني محدش هيبدا ضاغط بشكل ضاري او العكس، محدش برضه هيفضل واقف للخصم يكون رد فعل ليه، لان دي مباراه كؤوس بتختلف عن مباريات الدوري او مباراه الثلاث نقاط. ما فيهاش تعويض، دي مباراه 90 دقيقه ممكن توصل 120 دقيقه باخد من خلالها بطوله. فهيكون في تحفظ، ولكن تحفظ مشروط. تحفظ مشروط. الاهلي اللي ممكن يعني يدي شكل للاهلي ان انا اضغط بدري، ان انا لعيبتي تكون واقفه صح في الملعب، ان انا استغل مفاتيح لعبي. لازم ريكاردو سواريش هنا في المباراه دي بالذات يسمع لسامي قمصان كويس. سامي قمصان لعب المباريات دي كتير سواء مع فايلر او مع موسيماني، وكمان اخر مباراه هو اللي دايرها بنفسه مباراه الاهلي والزمالك الاخيره. فلازم اسمع له. حته كمان الاعتماد على احمد عبد القادر في ناحيه اليمين دي بتفقد تقريبا اكتر من نص قوه احمد عبد القادر الهجوميه. لازم احمد عبد القادر يلعب قدام علي معلول في الناحيه الشمال، بيأدي فيها بشكل كويس جدا، وهيكون مفتاح لعب كبير جدا للاهلي لو لعب في المكان بتاعه. لعيبه وسط الملعب لازم ان انا اقدر اوقف هجمات الزمالك، لازم يكون في ارتداد سريع في النواحي الدفاعيه، ما يكونش في اخطاء دفاعيه. في المباراه دي من وجهه نظري اسلم طريقه وافضل طريقه يلعب بيها سواريش هي 3-4-3. طب هل سواريش اللي من ساعه ما جه معتمد على 4-2-3-1 صريحه هيغير في المباراه دي؟ والله ممكن. ممكن ليه؟ هو شاف في المباراه الاخيره اخطاء دفاعيه كارثيه ناتجه من سوء التغطيه العكسيه من الباكين او الظاهرين. 3-4-3 بتديك اريحيه في الدفاع، بحيث ان بيكون عندك 3 ثابتين ورا، معاهم كمان في الحاله الدفاعيه بيرجع معاهم اللاعب رقم 6 بيشارك معاهم في الحالات الدفاعيه، مع كمان الظاهرين اللي بيكونوا طايرين او واحد منهم متقدم والتاني واقف، فبتديك زياده عدديه في الناحيه الدفاعيه على عكس 4-2-3-1 اللي بيكون طاير منها 2 تقريبا، وبيرجع بس اللاعب رقم 6 مع قلبي الدفاع. ولو الارتداد بتاع ظاهري الجنب بطيء بيبقى في مشكله في النواحي الدفاعيه. ف 3-4-3 هي الطريقه الانسب والطريقه الامثل لسواريش في المباراه دي. على النقيض فريرا بيلعب 3-4-3 بقاله فتره من مباراه الاهلي والزمالك اللي لعبها واللي كان فيها التعادل 2-2. كان اداؤه المباراه يلعب 3-4-3 ومكمل عليها. مين اللعيبه اللي ممكن يفرقوا مع الاهلي مثلا؟ اللي يفرق مع الاهلي مثلا الشناوي لو فايق، اللي بقاله فتره بعيد عن مستواه، يفرق طبعا مع الاهلي. قفشه، عمرو السوليه، احمد عبد القادر، محمد شريف لو هيبدا، كل دي لعيبه تفرق مع الاهلي. اللي يفرق مع الزمالك عنده لعيبه كتير فايقه ولعيبه كتير مفاتيح لعب، زيزو، بن شرقي، امام عاشور، شيكابالا لما بياخد، محمد عوادي اللي بقاله فتره بسم الله ما شاء الله. بنتكلم كمان على الونش لو فايق وكويس في النواحي الدفاعيه او فايق دفاعيا في المباراه دي بتفرق. فمباراه صعبه، مباراه كبيره، مباراه من المباريات اللي هتكون صعبه وهنشوف فيها تكتيك كبير بين 2 مدربين لعبوا قدام بعض قبل كده مرتين، فاز مره سواريش وفاز مره فريرا. يا ترى هنشوف ايه يوم الخميس؟ باذن الله نشوف مباراه كويسه. الناحيه البدنيه كمان هتكون ليها تاثير كبير جدا على المباراه. في ايه؟ البدني ممكن المباراه توصل ل 120 دقيقه، فلازم انا اقسم النواحي البدنيه بتاعتي. عشان كده بقول الضغط العالي من اول المباراه سواء للاهلي او للزمالك هيكون في مخاطره في استمرار المباراه او طول المباراه، ان لو وصلت 120 دقيقه هيبقى عندي مشكله في النواحي البدنيه. دي كده يعني من وجهة نظري اتكلمت في معظم النواحي الفنية والتكتيكية الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكاس. أشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية كتير بعد المباراة بإذن الله هنغطيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.